ان شاء الله النهارده هنعمل وجبات سريعه جدا بسيطه للعشاء بالليل، وخاصه الناس اللي بيعملوا دايت او غير الدايت، فهو مفيد جدا للجسم. مفيد للبشره كمان، ان هو بيحمينا من امراض كتيره احنا في غنى عنها، لان العشاء هو اللي بيزود في الوزن، وخاصه لو في عيش. هنضيف على اول مكون من الزبادي، هنضيف عليه معلقتين من الشيا، ومعلقتين الشيا بتساوي 139 سعر، اللي هي ال 20 جرام. واحنا عارفين ان الشيا فيها فوسفور، وفيها بروتين، وفيها كالسيوم، وفيها منجنيز ونحاس وسيلينيوم، وفيها احماض دهنيه مفيده جدا، كمان ان فيها اوميجا 3، كمان ان هي بتخفض مستوى الضغط، مستوى السكر في الدم، مهمه جدا للعظام لان فيها فوسفور، وفيها بروتين، وفيها كمان كالسيوم. نضيف على الطبق الثاني الشوفان. الشوفان مفيد جدا لانه فيه معادن كتيره زي النحاس والمنجنيز والفوسفور والحديد والكالسيوم والزنك، وفيه كمان بروتينات، كمان فيه فيتامين بي 1 وبي 2، وفيه الياف. المفيد فيه ان هو بيساعد في علاج التهاب المفاصل، عشان فيه كالسيوم وفيه فوسفور وفيه بروتين، وكمان بيقلل من مرض الزهايمر. كمان ان هو بيقينا من مرض السكري اللي هو من النوع الثاني، وبيساعد في انخفاض ضغط الدم، وبيقلل نسبة الكوليسترول في الدم، وعشان كده يقلل الإصابة بأمراض القلب. أول حاجة إن أنا بضيف على أول طبق اللي هو فيه بذور الشيا مع الزبادي، بضيف عليها نص ثمرة من الموز، وبضيف عليها ربع معلقة من الكركم، ربع معلقة من الجنزبيل، ربع معلقة من القرفة. وبضيف في الطبق التاني اللي هو فيه الشوفان، بضيف عليه المشمش. كلنا عارفين المشمش غني بالبيتا كاروتين، والمهم جدا لأنه فيه مضادات الأكسدة اللي بتحمينا وبتحمي جسمنا من الأمراض. حوالي 17 سعر الثمرة الواحدة. ممكن ناخد ثمرتين ونحطهم على الزبادي، وطبعا بنضيف عليهم معلقة العسل، ومعلقة العسل فيها حوالي 20 سعر. اما الطبق الثالث فهنضيف عليه الزبادي والخوخ. احنا عارفين ان الخوخ مفيد جدا لجسمنا. الخوخة الواحدة فيها 50 سعر لما بتكون خوخة متوسطة. واحنا عارفين برضو ان العنب مفيد، ولكن سعراته بتكون عالية، فانا بضيف حبات بس منه بسيطة. ان عارفين ان العنب اللي بيكون لونه مايل للون الغامق الاسود، او اللون الاحمر الغامق، بيكون فيه بيتا كاروتين اللي هي فيها مضادات الاكسده اللي بتحمينا من امراض السرطانيه الخطيره. اما الطبق الرابع هيكون هو الجيلي اللي هو بنجمله بالموز وبعض حبات من العنب. والطبق الخامس هيكون طبق مشكل من الفاكهه، ممكن نحط فيه برقوق، ممكن نحط فيه نص موزه، ممكن نحط فيه واحده من المشمش، وبعض حبات من العنب، وممكن نضيف كمان الكنتالوب والبطيخ. يا رب دايما تكونوا بخير، دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.